اهلا وسهلا يا اجدع ناس في قناه الحلوان. رجعنا لكم تاني في الحلقه الثانيه من سلسله العقول الثلاثه. فلو اول مره تشوفني اعمل اشتراك ولايك وفعل الجرس عشان ما يفوتكش حاجه من اللي جاي. الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم عن العقل العاطفي اللي مش بيعرف يسيطر على قلبه، بس النهارده بقى عندنا بطل جديد. العقل اللي اول ما يشم ريحه اكله حلوه خلاص كل خطط الدايت والجيم طارت في الهواء. اهلا وسهلا بالعقل الشهوان. جاهزين؟ يلا بينا. طيب يا جماعه، العقل الشهواني هو العقل اللي بيشغلنا بالاكل، الشوكولاته، النوم، الشهوات، اي حاجه فيها متعه فوريه. بيحب يعيش اللحظه ومش بيفكر في اي حاجه بعد كده. مفيش دايت، مفيش صحه، مفيش حاجه، المهم دلوقتي وبس. رايح سوبر ماركت تجيب حاجه، العقل الشهواني يروح مسيطر عليك ويقول لك اشتري كل حاجه انت عايزها، ده اكلك يا نجم. كيس كبير كده لميلي فيه بقى ايه، شويه شوكولاتات على شويه شيبسيهات على حاجه ساقعه على شويه عصاير، ها. فتلاقي نفسك طالع بعربيه مليانه شيبسي وشوكولاته وايس كريم، وتنسى خالص انك كنت جاي عشان تجيب كيس لبن. ولما توصل البيت وانت بتفتح كيس المارشميلو تقول له هو ايه اللي حصل؟ قاعدين بنتفرج على فيلم، فجأة يظهر إعلان بيتزا وتشوف الجبنة وهي سايحة. العقل الشهواني يسيطر ويقول لك مش مهم إنك لسه واكل، بس تخيل وهي في بطنك دلوقتي، وكمان دي عليها عرض، مستني إيه؟ فتلاقي نفسك بتتصل بالمطعم، وأول ما البيتزا توصل تخلصها كلها وأنت بتقول انا كنت بضحك على نفسي ان ممكن اخد قطعة واحدة بس. لما تكون معزوم عند قرايبك العقل الشهواني يقول لك كله فتح عينيك اكله واتحسبت عليك. هو انت كل يوم بتتعزم وتشوف السفره مليانه فتلاقي نفسك مجرب كل الاصناف، وبعد ما تمسح الاطباق تتفرج على الكل وتقول فين الحلويات يا جماعه؟ ها منور منور. وهنا العقل المفكر يقول لك واقف مصدوم في مرايتي حبايبي. العيد قرب والعقل المفكر يقول لك احنا ناكل كحكه واحده ونبطل، بس العقل الشهواني يقول لك اصل واحده مش هتعمل حاجه، وبعدين ده العيد يعني فرصه واحده في السنه، فتبدا بواحده وتلاقي نفسك في الاخر مع صندوق كحك جنبك فاضي وانت مش عارف ازاي كلته كله. والعقل المفكر يقول مش انا قلت لك يا تيتس؟ انت قررت تروح الجيم لاول مره وقلت نبدا حياه صحيه ونبطل اكل فاست فود بقى، فتمسك نفسك في اول ساعه جيم عرقان ومتعب. اول ما تطلع من الجيم العقل الشهواني يقول لك ايه رايك نحتفل بمجهودك بيتزا؟ وطبعا انت بتسمع له وتروح تطلب اكبر بيتزا شرقي، وهو يطمنك انت حرقت كتير النهارده، ما تقلقش يا بطل مش هتعمل لك حاجه. والعقل المفكر بيحاول يمسكك، يا عيال انت لسه خارج من الجيم، كرشك هيدلدل. انت نايم في امان الله وفجاه تصحى في نص الليل حاسس بجوع غريب. العقل الشهواني يهمس في ودنك قوم شوف في ايه في التلاجة، ممكن يكون في حاجه حلوه. السلام عليكم. الثلاجه فيها ميه، قال انا جعان قوي قوي. تقوم وتفتح التلاجة وبعدين تروح للعيش والجبنه، وبعدها تلاقي نفسك بتحمر بطاطس وبتشوح كبده. وطبعا العقل المفكر بيفكر ازاي هيندمك على اللي حصل، بس مش دلوقتي. ما تسمعش لحد يقول لك بلاش حلو بعد الاكل، ده جزء اساسي من اليوم. العقل الشهواني دايما يقول لك لو الاكل شكله حلو اكيد طعمه احلى، فليه تستنى؟ خد بالك دايما العقل الشهواني بيفكرك الاول باهم عاملين اللي هيخلوك عايش وما تنقرضش، وهما الاكل والشرب. بس بعد ما تاكل بيبدا يتفتح باب جديد اسمه مزاج، يقول لك تعالى نشرب شاي بقى، نحبس بسجاره، ناكل حلويات، نشقب بنات. فنصيحه مني ركز على نفسك وقوم اتلحلح والعب رياضه، اتعلم سباحه، اركب خيل، ده لو قدر يشيلك. وكل عشان تعيش، ما تبقاش عايش عشان تاكل. وكده نكون خلصنا كلامنا عن العقل الشهواني اللي مش سايبنا في حالنا. في الحلقه الجايه هنتكلم عن العقل المفكر اللي بيحاول بكل قوته يسيطر على العقول التانيه. استنونا في اللي جاي، وقولوا لنا في التعليقات ايه اقرب موقف العقل الشهواني يسيطر عليك، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان ما فيش حاجه تفوتكم. اشوفكم قريب، سلام.